السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد والياسمين عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة يا حبايبي كده في وسط الزرع والخضرة عاملين ايه؟ أنا بعمل قدامي كده بربي ولعة ونعمل عليها ايه؟ أحلى كوباية ايه هي على الصبح وندفي بقى نفسنا. ومعايا بقى ادي المنقد والولعة قدامي اهي. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم. ربنا يعافينا يا رب من نار جهنم ويحفظنا من كل سوء. كده في وسط الخضرة حبايبي كده اوريكم ايه رايكم وسط الخضرة كده في الصباح كده على الصبح احلى صباح. ربنا يريح قلوبكم ويسعدكم ويرضى عنكم وعن كل حبايبكم يا حبايبي، يجمعكم انتوا كل احبابكم على خير دايما. ادي البرسيم دي طبعا قطعة ارض صغيرة، مساحة صغيرة مزروع بقى فيها برسيم ومزروع فيها فجلة اللهم بارك، ومزروع فيها خس طبعا بس لسه الخس صغنطوط خالص. دي خس قدامي ها بس لسه صغنطوط. دي اللهم بارك الجرجير وجماله. تصحي من النوم كده قدام البيت تلاقي الخضرة، تجيبي حبة جرجير تغسليهم مع فطارنا اليومي اللي هو الفول والطعمية المعتاد دايما. الأكلة الجميلة الأكلة الشعبية بتاعت المصريين أحلاها. تقعدي كده في وسط الخضرة كده والمنقد جنبك وتعملي كوباية شاي كده وانت بتفطري، يا جمال الطبيعة اللهم بارك. ادي البرسيم الجميل أحلى قاعدة كده في وسط الطبيعة. اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يسعدنا ويسعد قلوبنا برضاه عنا ويرضى عنا جميعا ويحفظنا يا رب ويحفظنا من كل سوء اللهم بارك. بتعجبني قوي المناظر الطبيعية الجميلة دي اللهم بارك بقى، وخاصة بقى لما يكون عندك الخضرة ومربية حبة طيور بط فراخ. تقومي مثلا تجيبي لهم تقطعي لهم حبة برسيم وتاخدي بقى حبة جرجير كده تفطري بيهم، ولا فجل ولا خاصتين كده تغسليهم كده وتفطري بيهم، ولا ايه الجمال ده. وتقعدي بقى في وسط الخضرة احلى قعدة ترد روحك كده وانتي قاعدة. طبعا بقى بتكون القعدة حلوة يا حبايبي لما تكون بقى ايه بتحلى القعدة بلمة اصحابنا ولمة حبايبنا، ونرجع لزمان وايام زمان. فين ايام زمان لما كانت الاسرة المصرية عموما تتجمع كلها على الفطار سبحان الله. ويجي وقت المغرب ده كان زمان على ايامنا حبايبي، يجي بعد اذان المغرب كل الاسريه المصريه بتتجمع، اللي بيبقى مثلا في عمله واللي بيبقى في ارضه. تيجي الاسره بالليل كده بعد المغرب يقعدوا يتفرجوا كلهم على تلفزيون واحد، بخلاف دلوقتي الوقت الحاضر اللي احنا فيه كل واحد منعزل، يعني منعزل تهالي تماما عن التاني. كل واحد في نفس يعني عدد افراد الاسره في البيت نفسه عندهم كل واحد منعزل عن التاني، ما بقى في ود زي زمان. ويا ريت يعني نفسنا نرجع ايام زمان واكل زمان وحياة زمان. زمان كانت الاسره المصريه كلها بتتجمع بعد المغرب من يوم الجمعه. احنا الوقت الحاضر اللي احنا فيه بنتجمع، نتجمع يوم الجمعه. لا زمان بقى غير كده خالص، كان كل يوم بعد المغرب الأسرة بتتجمع. والفطار يعني أغلبهم كتير كانوا الكل بيفطر من بدري، يقوموا من بعد الفجر يصحوا، اللي يروح لمجال عمله واللي يروح لغايته من الساعة 6 الصبح بقى تلاقي الكل كان صحي والكل يفطر مع بعضه. ويجوا بالليل كده بعد المغرب يتجمعوا ويحكوا مع بعض ايه اللي حصل على مدار اليوم. دلوقتي بقى التواصل يعني النت والتواصل قل التواصل الاجتماعي غير التواصل الانفعالي. يعني كان في الود وكان الجيران بتطمن على بعضيها. كنا زمان احنا وجيراننا نقعد نساعد بعض في كل حاجه. نقوم مثلا من الصبح بعد ما نجهز فطارنا احنا كبنات في فتره المدارس بنروح المدارس عادي، ونيجي مثلا بعد الظهر كنا نيجي مثلا الساعه 1 كده نكون خرجنا من المدارس بتاعتنا، نتجمع ان كان وقت غدا او وقت دروس. ونيجي مثلا انا قلت كان وقت التجمع بعد المغرب. نيجي بقى في فتره الاجازه ايام زمان كنا بنعمل ايه؟
كنا بنقوم الصبح كالمعتاد ونيجي البنات تتجمع مع بعضيها. مثلا هننضف البيت بتاعنا النهارده، بعد ما نخلص بيتنا نروح على بيت جارتنا خالتي، بيت جارتنا خالتي التانية. كانت حياة تواصل اجتماعي وودي جميل جدا. وكنا مثلا النهارده امي عامله اكله مختلفة عن جارتنا، تروح تقول لي يا أميرة روحي ودي مثلا لخالتك فلانة، روحي ودي لها، لها دي من أمي خبزت الله يرحمها، كانت توزع على الجيران. كان في ود وفي صلة، تحسي أهلك مش جيرانك. دلوقتي بقى يعني سبحان الله ربنا يرحمنا برحمته، الود اختلف تماما. يعني لو قلت صباح الخير لجارك يبقى كتر خيرك دلوقتي. ويكاد معظم الجيران ما يعرفوش بعض الا بالملامح دي، انما لا اعرف دي ساكنه فين في انهي دور يعتبر حبال الود تكاد تكون مقطوعه. ربنا يرحمنا برحمته ونرجع لزمان وايام زمان. لو كل مثلا عماره يكون في ود بينهم، مثلا في تواصل اجتماعي قريب، حتى لو مثلا يعملوا اجتماعات لو كل مثلا كل شهرين. في ناس بتعمل كده فعلا وفي جيران فعلا بيعملوا كده، بس نسبة قليلة. الحياة اختلفت تماما عن زمان. اكل زمان كان له طعم تاني، وخاصة اللي هو ايام الكانون بصراحة احسن من دلوقتي، طعم ونفس. زمان غير دلوقتي خالص في كل حاجة. يا رب يدوم الحب بينا ويدوم التواصل بينا حبايبي، ويسعدنا ويسعد كل حبايبنا، ويرضى عنا جميعا ويحفظنا ويرضى عنا يا رب. يا رب اقدر افيدكم واقدم لكم معلومات مفيدة، واحاول بقدر الامكان نتكلم عن زمان وحكاوي زمان وعادات زمان، نحاول نرجعها تاني. كانت احلى ايام والله بجد، سبحان الله كان فيها البركة. كانت يما امي بكده من قبل امي الله يرحمها رحمة الله عليها، واسأل الله ان يرحمها برحمته ويرحم موتى المسلمين جميعا، ويغفر لنا ويغفر لموتى المسلمين جميعا يا رب. كانت بتقوم من قبل الفجر بساعة تصلي قيام الليل، تقوم الفجر يأذن، تجهز لنا الفطار ونساعدها طبعا، وتقوم تحلب الجاموسة وتغلي لنا اللبن. يعني كانت أيام جميلة. دلوقتي يعني مثلا معظم أولادنا نقوم امتى، احنا بنقوم امتى ونصحى امتى، وتلاقي الوقت ضاع منك ليه؟ لان احنا بصي بنقوم من امتى، احنا بنقوم مثلا يعني اغلبنا بنقوم الظهر. قليل قوي واحدة اللي بتقوم الصبح بدري في الفجر وتفضل مستمرة في حياتها. في ناس كده، مش عايزة اقول بس لا في نسبة كبيرة مننا من الجيل اللي احنا فيه فعلا بنقوم متأخر. فين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لأمتي في بكورها. ربنا بيبارك في وقت الصبح، ده وقت اللي توزع فيه الارزاق. فين مين اللي بيعمل كده دلوقتي؟ الرجاله مثلا معظمهم كل واحد يذهب على وظيفته، وفي ستات نعتز بيهم ونفتخر بيهم فعلا بيقوموا مجتهدين وربنا بيديهم الصحه والعافيه، بيقوموا من بدري فعلا من بعد الفجر. في ستات فخر لينا امهاتنا الكبيره وفي من سننا، ربنا يعينهم ويوفقهم لحياتهم يا رب، ويعينهم على تربية أولادهم، فعلا بيقوموا بدري وكده. بس أنا بتكلم على أغلبية واحدة، يعني معظم أصحابنا مثلا تقول لنا إيه، أنا الوقت بيعدي مني، الوقت عدى مني من غير ما أعمل أي حاجة. ليه؟ لأن إحنا بنقوم متأخر. يعني لما تقومي على الظهر على ما تفطري وتجهزي فطارك، وإن كنت تغسلي طبقين تعملي حاجة، هتلاقي العصر جدا فعلا كده 3/4 اليوم ضيعنا في إيه؟ في حاجات يعني عاداتنا غلط. يا ريت نرجع لعادات زمان وايام زمان، ايام الحب وايام الود وايام التقارب الاجتماعي. يا ريت نرجع لكل ده. فين صلة الرحم بتاع الزمان؟ فين احنا من كل ده؟ احنا اخرنا تليفون ازيك عامله ايه، ده بكده اطمنت عليكي يبقى كده خلاص. فين ايام زمان وعادات زمان؟ فين اللي كنا لو عدى يعني اسبوع، ده كان لو عدى عليكي 3 ايام من غير ما تروحي لخالتك ولا ما نروحنا. انا عن نفسي كانت امي الله يرحمها مثلا تبعتني لخالاتي، تبعتني لخالي. مثلا كنت روحي لخالك خدي الفطار، روحي خالي يجيب لها اكل. يعني كان ودي، انما دلوقتي خلاص الود بينا والتواصل بينا من خلال التليفون. فادعو الله لي ولكم ان يردنا اليه ردا جميلا، ويصلح حالنا وحال المسلمين وحال البلاد والعباد، اللهم امين. ويا ريت نرجع لعادات زمان ونحاول
نتكلم عن كل ايه الايجابيات بتاع عادات زمان وايه السلبيات اللي كانت بيتعرضوا ليها، ونحاول نتجنبها حبايبي. يا رب اكون اقدر افدكم ويكون كلامي خفيف على قلبكم، ويا رب يسعدني ويسعدكم برضاها عنا يا رب. يا رب يسعدنا ويسعدنا برضاها عنا، ويرزقنا البركة في حياتنا، ويهدلنا اولادنا، ويصلح حال ولادنا وحالنا جميعا، وحال المسلمين في كل مكان، وحال البلاد والعباد، اللهم امين. استنى منكم دعمكم، واستنى آرائكم الجميلة اللي بتكون بمثابة دعم إيجابي ليا. وبرضو التعليقات السلبية طبعا بتقبلها بصدر رحب. بتمنى أكون أفدتكم، ولو يكون كلامي حلو يا رب كلامي يعجبكم، ويا رب كلامي يكون مفيد ليكم، ويا ريت نطبق فعلا يعني ايه، يا ريت نطبق العادات الجميلة بتاع الزمان ونرجع لزمان. هتلاقي البركة عمت في حياتنا من جديد، وتلاقي الفرحة والبهجة والسرور. نحاول يا رب نحاول دايما نتجنب العصبية والصريخ، وخاصة الأمهات الجميلة زي طبعا معظم، سواء أنا أو أصحابي، يعني نحاول نعامل أطفالنا بأسلوب كويس، نتجنب الصريخ. هحاول بقدر الامكان باذن الله ربنا يرزقني التوفيق ان شاء الله، واتكلم معاكم ازاي نتعامل مع اولادنا صح، ونتعامل مع كل المحيطين معانا بطريقه كويسه، تريح اعصابنا، وكلها مردود ايجابي لينا ولنفسيتنا. يا رب يا رب يكون كلامي حلو على قلبكم. واستنى ارائكم ودعمكم، يا اجمل متابعين ليا في الدنيا. وانتم اهلي وناسي وانتم يعني انتوا اقول لك ايه، بيتي التاني. بوجودكم معايا وبدعمكم ليا بكون دافع للنجاح دايما، تكونوا انتوا سبب للنجاح، دافع للنجاح دايما. بعد يعني طبعا فضل ربنا اولا عليا، ثم فضلكم انتم ودعمكم الجميل ليا. واستنوني وانتظروني في فيديوهات جديدة بإذن الله. واستنى منكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس الاشتراك يوصل لكم كل جديد. يا رب يسعدكم ويرضى عنكم ويرضى عن حبايبكم، ويكون كلامي كان خفيف على قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.